ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنوريكم روتين اول يوم مدرسه اللي بدأ معانا من الساعه 5 الصبح. هنوريكم اليوم من اوله لاخره، هنقول لكم عملنا ايه ونظمنا وقتنا ازاي، وكل حاجه هتشوفوها في فيديو النهارده. ويلا بينا نبدأ في الفيديو. اول حاجه حابين نشكركم على كومنتاتكم الجميله اللي انتوا على طول بتكتبوها لنا وبتحمسونا بيها، فبجد احنا بنحبكم جدا. يومنا ابتدى من الساعه 5 الصبح. قلنا اول يوم مدرسه نصحى كده بدري شويه. وانا رحت غسلت اسناني ووشي واتوضيت واستنيت الفجر لحد ما يدن وصليت، لان احنا حرفيا صحينا قبل الفجر، صحينا 5 والفجر بيدن تقريبا 5:15. وانا برضو عملت نفس الحاجه، صحيت وبعد كده غسلت اسناني وغسلت وشي واتوضيت وقعدنا نستنى الفجر علشان نصلي. واحنا بنستخدم غسول ستارفل اللي هو الابيض، علشان في ناس بتسالنا بتستخدموا غسول ايه. وانا كنت بوريكم ان انا غرقت هدومي عادي، يعني مفيش اي مشكله. وبعد كده بقى الفجر اذن وصلينا وقرينا صفحه من القران. وبعد كده رتبنا سرايرنا على طول. هنا اول حاجة هبة ابتدت ان هي ترتب سريرها. طبعا ده علشان لما نرجع من المدرسه نلاقي السرير مترتب وننام على طول، يعني ما فيهاش كلام. المهم رتبنا بقى كده السرير. واحنا كنا بنحاول طالما معانا وقت ان احنا نعمل كده كل حاجه بهدوء وبالراحه، يعني ما كناش عايزين ان احنا نضغط على اعصابنا او ان احنا نكون متاخرين او كده، فعلشان كده صحينا بدري. وطبعا يعني مش عايزه اقول لكم ان انا عايزه انام طبعا، يعني ده اكيد. وانا كمان هنا كنت برتب سريري، ومش قادره اقول لكم شكل السرير كان عاجبني قد ايه، وكان نفسي انام واقول لا انا مش عايزه اروح في حته. بس بعد كده قلت لا، ده اول يوم مدرسه، وحرفيا ده بيكون احلى يوم في السنه كلها، اللي هو اول يوم مدرسه. بعدين بقى بدأنا ان احنا نحضر اللانش بوكس. واللانش بوكس يعني مش بنحضرها احنا كل يوم، يعني في الاغلب طبعا ماما هي اللي بتعملها لنا، ولكن يعني علشان صاحيين بدري كده وكلنا نشاط وحيوية، فهنعمل سندوتشات جبنة كيري. ويا جماعة دي مش كيري اللي هي البراند كيري، لا احنا بنجيبها من السوبر ماركت كده، فهي تكوينتها يعني جبنة كريمي، انما هي مش كيري يا جماعة. وانا حبيت ان انا اعمل سندوتشات كيري بالزيتون، وهي عملت كيري باللانشون. وبرضو انا بحب الكيري مع الزيتون، فحطيت برضو في ساندوتش زيتون وفي واحد بقى لانشون، يعني علشان يبقى فيه كده تنوع. وبرضو قطعنا خيار. طبعا احنا بنحاول إن على قد ما نقدر يعني ان احنا اول يوم ده نعمل حاجات حماسية كده، وان احنا نحط يعني كل اللي متوفر عندنا ان احنا نحطه. وكمان كنا عاملين كوكيز امبارح بالليل، فحطينا بقى منها كده الصبح. وانا اللانش بوكس بتاعي مش متقسم، فحطيت الكوكيز كده في كيس وحطيته عادي جدا مع السندوتشات، انما هي بقى اللانش بوكس بتاعها متقسم فحطيته عادي كده. ونفس الكلام في الموزه، برضو مش متقسم، فحطيت الموزه بره خارجيه، وهبه حطيت الموزه مع الاكل بتاعها في اللانش بوكس. وطبعا ده كده شكل اللانش بوكس، ان هي لانش بوكس بسيط جدا، ولكن هو فعلا يعني مشهي ويفتح كده نفسكم في اول يوم. واخدنا معانا مشروبنا المفضل وهو اللبن بالفراوله او ميكس. انا بس قلت لبن بالفراوله عشان البلاد التانية مش عارفه ايه هو ميكس، فقولوا لنا انتوا بتحبوا ميكس بايه. احنا بنعشق بجد اللبن بالفراوله. وكمان طلعنا الازاز من التلاجة وخدناهم على الاوضه. صباح الخير. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين وعام درس سعيد علينا، وان شاء الله السنه تكون كده بادئه لذيذ لذيذ. انا حاسه بتفاؤل بصراحه الى حد ما، وكمان مبسوطه جدا ان هي بقى تروح معايا المدرسه. يعني انا السنه اللي فاتت اولى ثانوي وهي ثالثه اعدادي، فما كانتش بتيجي معايا في نفس المدرسه. السنه دي احنا في نفس المدرسه. طبعا يا جماعه لسه حاجه في الصحيان بدري، ان انتوا بتصحوا الاول تخلصوا كل اللي وراكم، وبعدين بقى بتوصلوا للميعاد الطبيعي اللي انتوا وانت بتلبسوا ازاي فيه وبتجهزوا فيه. بتتكلمي في نقطه وانا بتكلم في نقطه تانية؟ يعني ما تقولي وانا كمان مبسوطه. وانا كمان مبسوطه والله، باين عليا مش شايفين الضحكه هنا هنا لهنا. دلوقتي يا جماعه احنا زي ما شفتوا حضرنا اللانش بوكس. وطبعا ده مش بيحصل كل يوم، يعني ان احنا نحضر لانش بوكس بس عشان اول يوم وبنبقى متفائلين وكده يعني. أيوة. طبعا هو بالنسبه لي تاني يوم، بس عشان ايه معايا فهو اول يوم. ايوه، لان اولى ثانوي كانوا بيروحوا يوم الاحد، وتانية ثانوي يبتدوا ينزلوا المدرسه من يوم الاثنين، اللي هو النهارده. فهي النهارده عامله ان ده اول يوم مدرسه بالنسبه لها يعني. فدلوقتي بقى احنا خلاص حضرنا اللانش بوكس والحاجات دي، هنحطها في الشنطه ونلبس ونجهز، وبعدين نشوف هنعمل ايه. حطينا بقى اللانش بوكس بتاعي واللانش بوكس بتاع هبه، حطيناهم والعصير والميه والموز وكل حاجه معانا تمام. حاسه ان احنا اول يوم ده بناخد اكل اكتر ما بناخد كشاكيل اساسا، بس عشان اول يوم ولسه مش عارفين هناخد كشاكيل ايه. واحسن حاجه بقى ان احنا نحضر اللانش بوكس كده ونحضر شنطتنا، وبعد كده بقى نلبس في الاخر على رواقه كده وما يكونش ورانا اي حاجه. فحضرنا بقى لبسنا، طبعا احنا كاويينه من امبارح بالليل اكيد مغسول ومكوي. وحضرنا بقى الديودرنت والحاجات دي. وعايزه اوريكم شكل الجو بجد بقى كده، الفجر بيبقى الجو كده صافي وجميل، والدنيا كده هاديه قوي. جماعه بجد الجو عندي طاقه رهيبه. الجو هادي كده وتحفه تحفه. احنا واقفين قدام الشباك دلوقتي لسه مصوره لكم. الجو بجد خطير كده. موطي صوتك ليه؟
وفي يا بنتي عشان احتراما للصباح في نسمة هوا كده لذيذة، مش حاسة بيها يا حبيبتي؟ جميله. عملت بقى شعر ضفيره، طبعا ماما هي اللي عملتها لي لان لازم يعني ماما هي اللي تعمل لي الضفيره بتاعه المدرسه. وده كده كان الشكل. وحطيت بقى بادي سبلاش وبرفان ويعني ظبطت الدنيا. وايه برضو عملت نفس الكلام. لازم تاكلوا اي حاجه قبل ما تنزلوا، بسكوته، فاكهه، سندوتش، اي حاجه، تمره. انا هاكل دي ازاي دلوقتي كده اهو. وانا بسأل السؤال ان انا اكل جوافه ازاي، لان انا مركبه تقويم فمش كل الحاجات بعرف اقطمها يعني، فابتديت ان انا اقطعها كده صغير بايدي واكلها. كده يا جماعه احنا جهزنا. هنوريكم طبعا الاوتفيت واهم حاجه ان احنا عملنا فيه احنا الاثنين عشان الناس ما انتوا بصوا يا جماعه، انتوا لو تبصوا لنا من بعيد انا مش كرم. بينا. انا مش كرم، انا كريم. انا مش كريمه، انا كرم. كده دلوقتي خلينا ناخد الشنطه. انت عارفه ان احنا بندمر الاجواء الصباحيه؟ المفروض الاجواء الصباحيه دي بتبقى هاديه كده، واللي هو موسيقى العصافير. تعالوا بقى نصور لكم في المرايه. وده اليونيفورم بتاع المدرسه بتاعنا، هو عباره عن قميص وبنطلون زيتي، وطبعا لبسنا معاه الكوتشي الابيض. طيب يا جماعه، بما ان دي اول سنه بعد غياب نروح انا وايه المدرسه مع بعض. كنا بنروح كل واحده لوحدها عشان ثالثه اعدادي وكده. فهاتي اي حضن، انا افتكرت. ياه انا ما كنتش اعرف شكلك بس النسخه طبقا الاصل كده. انت اللي بتقلديني. مين انت اللي بتقلديني. انت لابسه نفس لبسي ليه؟ انت اللي لابسه نفس لبسي. لا ما تلبسيش نفس ولا انت لبسي. لبسي لبسي بقول لك ايه البتاع ده، انا ما اشوفوش عليكي تاني. فاهمه ولا مش فاهمه؟ يلا يا ماما يلا. طبعا يا جماعه خلاص ايه ثانويه عامه السنه الجايه، مش رايحه المدرسه. وانا بقى هبقى وحيده بقى تماما يعني. زي ما انا كده كنت وحيده تماما السنه اللي فاتت لما هي ما كانتش بتروح في ثالثه اعدادي، لان احنا عندنا في مصر هنا لما يبقى في حد شهاده ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي مش بيروحوا المدرسه، عشان اللي مش عارف يعني. بس كده. فاحنا دلوقتي جاهزين، وادي الشنطه ويلا بينا بقى عشان ايه نروح ناكل بقى. ايوه رايحه عشان تاكل. يلا بينا عشان نروح المدرسه ونرجع لكم بعد المدرسه. نزلنا بقى وهنا واحنا في طريقنا للمدرسه. انا ايوه المدرسه هو احنا نفس أيوة. المكان بتاع الصبح. ايوه ومش مبدلين اماكن ولا حاجه. ايوه انا اللي كنت واقفه هنا وهي اللي كانت واقفه هنا، وهو احنا وهو حاليا احنا رجعنا من المدرسه الساعه تقريبا 12:30. كان يوم شوق جدا. المدرسين طلبوا مننا كشاكيل وحاجات كتيره، والمفروض ان انا عندي درس الساعه 2 والساعه دلوقتي داخله على 1 اساسا، فانا المفروض يعني هاخد شاور والبس واجري واكل طبعا. طبعا يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا النهارده مش متفاجئه بان المدرسين جم وطلبوا كشاكيل وكده، بس امبارح كان اليوم نشاط والعاب وحاجات كده غريبه. فالنهارده كان في مواد كتيره، يعني المواد الاساسيه النهارده، وانا اصلا اول يوم فكله طلب بقى كشاكيل وكده. فاحنا يا جماعه والله العظيم لو طلعت الصبح كنا مفتحين، دلوقتي طفينا كده شويه. بس الموضوع كله هيتحل لما نرجع من بره وننام. هي عندها درس الساعه 4، يعني انا 2 وهرجع وهي هتنزل بقى. حضرنا بقى اللبس بتاعنا علشان ناخد شاور بعد المدرسه. وانا حضرت لبس البيت بس خدت شاور ولبست لبس الدرس عشان كان عندي درس، فما لحقتش اصلا البس لبس البيت اللي انا حضرته. وبعدين بعد ما خدت شاور صليت الظهر علشان ما كناش لسه صلينا، بنرجع مع اذان الظهر بالظبط. وفكيت شعري بقى علشان ابتدي اسرحه. وطبعا كل ده كانت ايه بتجهز علشان نازله الدرس. انا بحب اول لما ارجع من المدرسه على طول افك شعري واسرحه علشان ما يهش بقى اكتر وكده. فسرحته كده ولميته كحكه. وطبعا انا لما خدت شاور ما غسلتش شعري، لان انا بغسل شعري في الدراسه مرتين في الاسبوع علشان على ما يلحق ينشف طبعا. فما ينفعش ان انا اروح كل يوم اغسل شعري لانه مش هيلحق ينشف. وبعد كده بقى رشيت بودي سبلاش وحطيت كده يعني زبده كاكاو. قلت يعني اروق على نفسي كده. وهنا قبل ما انزل الدرس قلت اما اكل حاجه كده خفيفه تصبيره لحد ما اجي، يعني ده مش وجبه الغداء، قلت اكل حاجه بس خفيفه لحد ما ارجع. بعد ما ايه نزلت بقى استغليت الاجواء الهاديه وانه مفيش حد قاعد في الاوضه بقى بيذاكر. وبعدين نمت يا جماعه ساعتين علشان اعرف اقوم وانزل الدرس. اوكي لسه صاحيه يا دوب بس اتغديت. بس انا حتى ما اتغديتش، يعني انا اكلت بس كده لحد ما انزل. ولسه لما اجي بقى هاكل يعني. لبست اكتر اوتفيت سريع في الحياه والله لو اوريهولكم. بنطلون اسود، توب اسود، والشميز ده طبعا ما فيهوش اي ابتكار، ما فيهوش اي حركات، ما فيهوش اي حاجه. السيرم ده في ناس كتيره بتسالنا عن السيرم ده. هو كويس يعني بس مش اقوى حاجه، بس هو حلو. وهعمل دي الحصان بس لتحت. اوكي هلبس بقى سلسله ولا اي حاجه علشان ما يبقاش كل حاجه كده مطفيه. حلاني
مش عارفه بصراحه البسهم ولا لا. وحطيت ميك اب سريع وخفيف جدا علشان انزل الدرس، مكون بس من بلاشر وروج وليب جلوس، بس علشان يعني ما اروحش الدرس يكون شكلي بهتان، خصوصا يعني ان انا راجعه من المدرسه وكده. وخدت بقى شنطتي اللي فيها حاجه الدرس، اللي هو بالمناسبه درس رياضه يعني. بعد ما هي بقى راحت الدرس انا رجعت من الدرس وقلت بقى اجي اشوف اللي ورايا. اول حاجه طبعا صليت العصر، وبعدين قعدت عملت الواجبات اللي كانت عندي في المدرسه. هي كانت حاجات بسيطه يعني ما خدتش مني وقت كبير، بس المهم ان انا اعملها وانجزها بسرعه. وبعد ما خلصت الواجب قعدت عشان اجلد الكراريس بتاعتي باللون الازرق. ويا جماعه بجد الموضوع الجلاد ده حسسني ان انا رجعت لورا 5 6 سنين، فكرني بايام ابتدائي واعدادي. انا من سنين ما جلدتش كراريس، بس السنه دي لازم ان احنا نجلد ونعمل بقى كشاكيل وكده، فعملت الكشاكيل. بعد بقى ما رجعت من بره صليت عصر ومغرب، وايه صلت مغرب بس علشان هي كانت مصليه العصر، بس انا كنت في الدرس. وطبعا بقى انا ما اكلتش قبل ما انزل، وايه ما اكلتش قبل ما اجي، وكل الحاجات دي علشان بس نقعد ناكل مع بعض. والغدا كان محشي وفراخ، ودي اكلتنا المفضله. ويا جماعه ماما دايما بتكون متعمده تعملها لنا اول يوم مدرسه، عشان هي عارفه ان دي اكلتنا المفضله واحنا بنحبها جدا. هي دي اكله الاحتفال باي مناسبه عموما يعني. وبعدين قعدنا علشان نذاكر، انا عملت واجب الرياضه وايه قعدت تذاكر انجليش. صلينا العشاء وبعدين قعدت علشان اعمل الكشاكيل بتاعتي بقى، واكتب يعني اسمي وكده على الكشاكيل. وانا كنت رايحه المدرسه امبارح، كان اول يوم ليا يوم الاحد، ولكن ما كانش فيه مواد كتيره قوي يوم الاحد. فبرضو لما روحت يوم الاثنين اللي هو النهارده، لقيت ان في مواد تانية طالبين كشاكيل وكده، فبرضو قعدت عشان اعملها، وكان في واجبات وحاجات خلصتها. وهنا قلت ما اعمل جدول عشان انظم بيه مذاكرتي، لاني من اول يوم بجد حسيت ان انا الدنيا متلخبطه معايا خالص، وفي مواد جت مكان مواد عشان رحت المدرسه الصبح بدري وكده. فكتبت المواد اللي انا محتاجه اذاكرها. في ايام اخترت ان انا اذاكر فيها مادتين، في ايام اخترت ان انا اذاكر فيها ماده واحده لو الماده دي فعلا محتاجه شرح، زي مثلا الكيمياء والفيزياء. وفي ايام تانية قلت اخلي معاها مادتين لو انا هكمل الدرس. فده الجدول اللي انا همشي عليه ان شاء الله، ولو غيرته اكيد هقول لكم. وانا برضو عملت الجدول بتاعي، وكل واحد بيعمل الجدول بتاعه على حسب مواعيده وعلى حسب صعوبة وسهولة المواد، يعني تحطوا مثلا مادة سهلة مع مادة صعبة. وهنا خلاص كنا بنفنش كل حاجة، قلنا نحضر الجدول بتاع المدرسة عشان ناخد معانا المواد اللي علينا تاني يوم. فحضرت الجدول بتاعي والجدول كمان بتاع هبة، وكنت بشوف الجدول من الموبايل لاني مصوراه من المدرسة. ومهم جدا ان انتوا تحضروا الجدول من بالليل، مهم ان انتوا تحضروا الجدول اصلا علشان يعني ما تمشوش بحاجة زيادة عن حاجاتكم، واحنا اصلا بنكون ظهرنا وجعنا يعني، فمش عايزين ان احنا نمشي بحاجات تقيلة. فحتى لو كشكول سبتوه صدقوني هيفرق معاكم، وعلشان برضو ما يكونش فيه زحمة في الشنطة. وعلى ما ايه بقى تحضر الجدول، كنت انا يعني جبت العشاء، وانا ما عملتش حاجه، انا بس جبتهم على الصينيه. احنا بنحب جدا ميكس القراقيش اللي احنا بناكلها في العيد، بس احنا بنحب نعملها في الايام العاديه عادي مع الزبادي. فبجد يا جماعه بيبقى طعمهم حلو جدا مع بعض، يعني بنغمس كده القراقيش في الزبادي وبناكلها، بيبقى طعمها تحفه، عايزاكم تجربوا الميكس ده. وحبينا يكون عشاء خفيف عشان احنا اتغدينا متأخر النهاردة، بالذات عشان كنا مستنيين بعض نتغدى كلنا مع بعض. فقلنا ناكل بقى زبادي كده وحاجة خفيفة. وبس كده هنخلص عشاء وهنغسل سناننا ويا دوب هنخش ننام، لان احنا بجد تعبنا جدا 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 وعايزين ننام جدا. فده كده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك في الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وبس. باي.